كاين ملفات جنائية كتسد بعد أيام، وكاين اللي كيبقاو مفتوحين لسنين، ولكن نادرا ما كتلقى قضية بقات أكثر من 50 عام كتشد اهتمام الناس. المحققين والباحثين والصحفيين كل واحد عنده نظرية مختلفة على شكون الفاعل. قضية ماشي مشهورة غير بسبب الجرائم اللي ترتكبات فيها، ولكن بسبب الطريقة اللي كان كيتصرف بها القاتل. كان كيصيفط الرسائل الجرائد وكيتحدى الشرطة وكيستعمل شفرات معقدة باش يجذب الانتباه. مع مرور الأعوام تحول من مجرد مجرم مجهول لواحد من أكبر الألغاز الجنائية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أسابيع قليلة من نهاية عام 1968 كانت الأجواء عادية في منطقة فاليو بولاية كاليفورنيا. شي واحد ما كان كيتوقع باللي واحد الليلة غادي تدخل التاريخ بسبب جريمة غتبقى لغز لعشرات السنين. في الليلة ديال 20 ديسمبر 1968 ديفيد فاراداي، ولد في عمره 17 عام، غادي يتلاقى بصاحبته بيتي لو جونسون اللي كانت عندها 16 عام. كان هذا غيكون أول ديت ليهم. غادي يختاروا يمشيو بالطوموبيل لواحد الطريق سميتو ليك هيرمان. هاد الطريق كانت معروفة كيمشيو لها لي كوبل بزاف باش يبعدوا على السطاع ديال المدينة. ديفيد وبيتي غادي يباركيو الطوموبيل وغادي يجلسوا يهضروا ويضحكوا وينشطوا. في واحد اللحظة غادي تبان لهم طوموبيل جاية من بعيد وكتقرب ليهم. هاد الطوموبيل غتوقف حداهم وغادي ينزل منها واحد الراجل. غيخرج ديفيد من الطوموبيل باش يشوف شنو واقع. غادي تجي فيه قرطاسة، غادي يموت في البلاصة. بيتي غادي تحاول تهرب، ولكن المجرم وهي غادية كتجرب غادي يتيري فيها 5 ديال القرطاسات. غطيح ميتة في الأرض بعيدة على الطوموبيل بشي 9 متر. فاش غيوصلوا من بعد البوليس للبلاصة فين وقعت الجريمة ما غادي يلقاو حتى شي دليل واضح ولا حتى شي دافع على هاد الجريمة. من بعد تحقيقات طويلة ما قدروش البوليس يحددوا هوية الفاعل، فتسجلت القضية ضد مجهول. من بعد تقريبا 6 شهور على هاد الجريمة، وبالضبط في الليلة ديال 4 يوليوز 1969 كانت واحد البنت سميتها دارلين فيرين جالسة مع صديق ديالها اللي سميتو مايكل ماجو، جالسين في الطوموبيل في وسط واحد الباركينغ في واحد المنطقة سميتها بلو روك سبرينغز، ما بعيداش بزاف على البلاصة اللي طرات فيها الجريمة الأولى. شوية جات طوموبيل أخرى ووقفات حداهم. سحب ليهم شي واحد من البوليس ولا شي واحد باغي يسول على شي حاجة. غينزل من الطوموبيل راجل هاز في يديه بيل وفردي، غادي فيكسي الضو ديال بيل مباشر على دارلين ومايكل، ومن بعد غيجبد الفردي وغادي يبدا يتيري فيهم. دارلين غادي تموت في البلاصة، اما مايكل فغادي يتصاب بطلقات خطيرة. المجرم هو راجع لطوموبيلته، غادي يحس بالحركة ديال مايكل مازال وغادي يرجع وغادي يزيد يتيري فيه باش يتأكد باللي راه مات. من بعد غيركب في طوموبيلته وغيختفي. وخا الإصابة ديال مايكل كانت خطيرة غادي ينجب أعجوبة، والشهادة ديالو من بعد غتولي من أهم المصادر اللي غتعاون المحققين على تكوين صورة أولية على الجاني وعلى الطريقة ديال تنفيذ الهجوم. ولكن المفاجأة الكبيرة غتجي من بعد قل من ساعة. البوليس ديال فاليو غتجيهم مكالمة من واحد الشخص اللي كان كيهدر كالم وهو واثق من نفسه. غادي يقول لهم باللي هو اللي نفذ الهجوم اللي وقع، وغيزيد يقول لهم باللي جريمة ديال ليك هيرمان هو اللي كان السبب فيها. البوليس ديال فاليو غادي يفهموا باللي جريمتين بجوج من ارتكاب شخص واحد كيعاود نفس الأسلوب وعنده استعداد باش يقتل مرة أخرى. من ديك اللحظة بدات حالة خوف كتنتشر في المنطقة، ولاو الناس كيتجنبوا الأماكن المعزولة، والبوليس كيديروا جهدهم كامل باش يتعرفوا على الهوية ديال الراجل اللي كيستمتع بالتحدي ديالهم. في الأول ديال غشت عام 1969 3 ديال الصحف محلية غتوصلهم رسائل متشابهة مكتوبة بخط اليد. هاد الرسائل موجهة لصحف معروفة في منطقة خليج سان فرانسيسكو. كل وحدة من هاد الرسائل كتحتوي على جزء من رسالة مشفرة كبيرة. اللي صيفط الرسالة اعترف باللي هو اللي ارتكب الجريمتين وذكر تفاصيل دقيقة ما كانتش معروفة للعامة،
غير البوليس بوحدها اللي كانت عارفاها. هادشي خلاهم يقتنعوا باللي اللي كاتب الرسالة هو نفسه المجرم اللي نفذ الهجمات. والمصيبة الأكبر هو التهديد اللي كان في الرسالة، إما ينشروا الرسالة المشفرة ديالو ولا غادي يقتل أي كوبل كيجي قدامه. الصحافة في الأول ما عرفوا ما يديروا، ولكن في الآخر نشروا الرسالة اللي فيها الشفرة. أشهر قصة ديال فك الرموز في التاريخ الجنائي الأمريكي. الشفرة كانت كتضم رموز غريبة، العدد ديالها 408 على شكل دوائر وخطوط وحروف مختلفة، وما كانش واضح باللي راها كتستند على شي نظام تشفير معروف أو أنها اختراع خاص بالقاتل. في مدينة ساليناس بولاية كاليفورنيا، واحد الكوبل عادي كان عندهم اهتمام كبير بفك الرموز والشفرات. غادي يخدموا ليل ونهار باش يحاولوا يفكوا الشفرة ديال القاتل. من بعد مجهود كبير ومحاولات كتيرة استطاع هذا الكوبل يحلوا الشفرة. مضمون الرسالة كان صادم بزاف. قال فيه الكاتب باللي كيحس بواحد المتعة كبيرة فاش كيقتل، وباللي مطاردة البشر كتعطيه لذة أكبر من صيد الحيوانات، وباللي الناس اللي كيقتلهم غادي يكونوا عبيد عنده في الحياة ديال ما بعد الموت. هاد الأفكار الغريبة كتعطينا صورة باللي المجرم ماشي سوي نفسيا، والمشكل هو الشفرة ما كانت كتضمن حتى شي معلومة على هوية القاتل. واختم الرسالة بإمضاء على شكل دائرة في وسط منها صليب. من بعد أيام قليلة فقط غتوصل رسالة تهديد جديدة لوحدة من الصحف. هذه الرسالة غتبدأ بجملة غادي تولي جزء كبير من تاريخ الجريمة الأمريكي. This is the Zodiac speaking. هذا الزودياك كيهضر معاكم. ومن هذه اللحظة غادي يولي اسم الزودياك معروف في وسائل الإعلام وبين الناس. ما بقاتش الهضرة كتدور على قاتل مجهول، ولكن شخصية غامضة اختارت لنفسها نيكنيم ولات كتستخدمه في مراسلاتها مع الصحافة والبوليس. اختيار هذا الاسم خلى بزاف الناس يتساءلوا واش عنده علاقة بعلم الفلك ولا بالأبراج، ولا مجرد اسم عجبه وبغى يزرع به الخوف وسط الناس. ولكن ما كاين حتى شي إجابة مؤكدة حتى اليوم. وهكا غادي تحول القضية من سلسلة جرائم قتل إلى مواجهة نفسية وإعلامية بين قاتل مجهول والسلطات. والرأي العام كان كتابة كل رسالة جديدة بخوف وقلق. 27 شتنبر 1969 الجو كان زوين ومشمش، وبحيرة بيريسا كانت عامرة بالناس اللي جاو يرتاحوا ويستمتعوا بالطبيعة. براين هارتنيل دري عنده 20 عام خرج يتمشى مع صاحبته سيسيليا شيبارد اللي كانت عندها 22 عام. بجوج بيهم غادي يجلسوا فوق الربيع قريب من الماء، غادي يبداو يهضروا ويستمتعوا بالوقت ديالهم. شويه غيبان لهم من بعيد واحد الراجل لابس الكحل داير على راسو كاغول، وفي وسط الصدر ديالو كان مرسوم دائره وسط منها صليب. هذا الراجل غادي يتم جاي قاصدهم، هو هاز في يديه فردي غادي يقولهم برودة اعصاب اللي راه هو هارب من الحبس وباغي غير الفلوس وطوموبيل باش يهرب للمكسيك. عطاهم جوج حبال وقال لهم باش ما نأذيكمش هاكو ربطوا راسكم. براين حاول يبقى كالم باش يتفادى اي مواجهة معاه وتعاون معاه على امل الموضوع يسالي بلا عنف، ولكن مباشرة من بعد ما تأكد باللي الضحيتين ما يقدروش يهربوا تبدل كل شيء. جبد موس كبير وبدا كيضرب فيهم. الضربات كانت عنيفة وخطيرة بزاف، خلاهم بجوج بهم غارقين في الدمعيات وسط الخلا. وقبل ما يهرب مشى للطوموبيل ديال الضحايا وكتب عليها بماركر كحل تواريخ ديال الهجمات اللي كانوا قبل والتاريخ ديال هذا الاعتداء باش يخلي التوقيع ديالو بكل افتخار. براين هارتنيل رغم الإصابات الخطيرة اللي تعرض لها بقى حي وقدر من بعد يعطي المحققين تفاصيل مهمة على اللي وقع. أما سيسيليا مسكينة فنقلوها للمستشفى وهي كتقاوم، ولكن للأسف توفات من بعد يومين. بعد ساعات قليلة على هذه الحادثة غادي يدير اتصال هاتفي بالشرطة وغادي يقول لهم بكل هدوء بلي هو اللي نفذ الهجوم، وصف لهم المكان بدقة باش يلقاو الضحايا. المحققين تصدموا من هذا التصرف حيت ما كاينش شي مجرم يتصل بالبوليس ويعترف بالجريمة ديالو مباشرة. والأغرب من هذا الشيء هو الزودياك كان باين عليه مستمتع بأنه كيلعب مع السلطات وكيشوف ردود أفعالهم. هذه الجريمة خلت الناس يبدلوا الفكرة اللي كانت عندهم عليه. في الأول كانوا كيشوفوه مجرد شخص كيستعمل فردي من بعيد، أما دابا فبان لهم مساعد يقرب من الضحايا ديالو ويهاجمهم بالموس
وبدم بارد. نجح الزودياك باش يزرع الخوف وسط سكان مدينة فاليو، حيث ما بقى حتى واحد عارف فين يمكن يضرب المرة الجاية ولا شكون غادي يكون الضحية الجاية. ولكن المفاجأة الكبيرة مازال جاية. 11 أكتوبر 1969 كانت سان فرانسيسكو عامرة بالحركة كالعادة. في الليل كان بول ستاين شيفور ديال الطاكسي عنده 29 عام غادي يوقفوا واحد الكليان ويطلب منه يوصلوا لواحد البلاصة سميتها بريسيديو هايتس، معروفة بالهدوء ديالها. كلشي كان باين عادي. الشيفور وصل الكليان للعنوان المطلوب. هنا الراجل اللي كان راكب معاه غادي يجبد فردي وغادي يقرب من بول ستاين، غيتيري فيه قرطاسة غتجيه نيشان في الراس. غادي يموت ديك الساعة. المجرم ما غاديش يهرب ديك الساعة كيف ما كيتوقع اي واحد، بالعكس غادي يبقى في الطوموبيل وغادي يقطع طرف عامر بالدم من القميجة ديال الضحية وغيديها معاه. هذا التصرف ما كانش عشوائي، ومع مرور الوقت غادي يبان بلي انه كان باغي يحتفظ به كدليل يثبت به بلي هو القاتل الحقيقي. في نفس اللحظة تقريبا 3 ديال المراهقين كانوا كيطلوا من الشرجم وشافوا الحادثة كاملة. ما غيضيعوش الوقت وغيعيطوا مباشرة للبوليس. عطاو وصف اولي للراجل اللي شافوه خارج من الطاكسي. البوليس غادي يتحركوا بسرعة، وفعلا واحد من البوليس غادي يتلاقى مع واحد الشخص في واحد الزنقة ما بعيداش بزاف على مكان الحادثة، وكانت فيه بزاف ديال المواصفات اللي وصلاتهم. لكن وقع خطأ في التواصل اللاسلكي. المعلومات اللي وصلت لبعض العناصر كانت كتقول بلي المشتبه فيه من أصحاب البشرة السوداء، وهذا الالتباس خلى البوليسي ما يوقفش الراجل اللي قدامه وخلاه يكمل طريقه. وحتى اليوم كاينين المحققين كيقولوا بلي من المحتمل بزاف ان هذا الشخص اللي خلاوه يمشي كان هو الزودياك بنفسه. قاتل مطلوب في كل منطقة وكلشي كيقلب عليه، كيمشي في الشارع على بعد أمتار قليلة من البوليس، ومع ذلك كيختفي بلا ما يشدوه. من بعد أيام قليلة وصلت رسالة جديدة لجريدة سان فرانسيسكو كرونيكل، بداها بجملة هذا هو الزودياك كيهدر معاكم، وباش يثبت بلي راه ما كيكذبش. زاد مع الرسالة طرف ديال القميجة ديال بول ستاين، نفس الطرف اللي قطعوا من مكان الجريمة. ملي شافوا المحققين هاد الدليل تأكدوا بلا شك باللي كاتب الرسالة هو فعلا الشخص اللي قتل سائق الطاكسي. واستهزأ بالبوليس في الرسالة وقال لهم بطريقة غير مباشرة باللي راه كان قريب منهم وما قدروش يشدوه. من ثم ولات أي رسالة كتبدا بعبارة هذا هو الزودياك كيهدر معاكم كتزرع الخوف وسط الناس كاملين. الجرائد كانت كتسابق مع الزمن باش تنشر الأخبار، والبوليس كانت تحت ضغط كبير، والمواطنون بداو كيحسوا باللي القاتل قادر يضرب في أي وقت وفي أي بلاصة. ولكن السؤال الكبير كيبقى شكون هو الزودياك. وسط عشرات الأسماء اللي تحطات قدام المحققين كاين اسم واحد رجع كيتكرر بزاف ديال المرات، راجل سميتو آرثر لي إلين، اللي بزاف ديال الناس كيشوفوا باللي هو بصح القاتل الحقيقي. سنين من بعد الجرائم، وبالضبط في عام 1971 دخل واحد الراجل عند البوليس سميتو دون تشيني. قال لهم كلام غادي يخلي المحققين يركزوا مباشرة على صديق قديم ديالو سميتو آرثر لي إلين. تشيني قال لهم هذه سنوات قليلة كان كيهضر مع آرثر على الجرائم والقتل، وآرثر قال ليه باللي كيفكر يولي قاتل متسلسل، غادي يختار الضحايا ديالو في أماكن معزولة اللي كيمشيو لها العشاق، وغادي يسمي راسو زودياك. وماشي غير هادشي، على حسب ما قال تشيني باللي آرثر باغي يشد بيل ويربطو بالسلاح باش يعمي الضحايا ديالو قبل ما يتيري فيهم. هاد التفاصيل صدمات البوليس، خصوصا ان بعض التفاصيل كانت كتشبه لداكشي اللي وقع في بعض الهجمات. الشرطة بدات كتراقب آرثر لي إلين عن قرب. البوليس غيلاحظوا بلي آرثر لي إلين ساكن قريب من المناطق اللي وقعت فيها أول الجرائم. والمفاجأة كانت عنده ساعة من ماركة زودياك كتحمل نفس الرمز الدائري اللي وسط منه صليب اللي استعمله القاتل في بعض الرسائل. هاد المعلومات خلات البوليس يزيدوا يشكوا فيه. البوليس حقوا معاه بزاف ديال المرات، ولكن كل مرة كان كيخرج بلا تهمة بسبب غياب دليل حاسم. وهنا البوليس غادي يقرروا يفتشوا الكرفان اللي كان عايش فيها. لقاو عنده أسلحة وسكاكين ووثائق مرتبطة بالمتفجرات وحوايج أخرى خلات المحققين يعتقدوا بلي الراجل ماشي شخص عادي. ولكن ملي بداو يقارنوا بصماته وخط يده مع الأدلة اللي كانت عند الشرطة ما لقاوش تطابق قاطع. حتى الشهود اللي نجاو من الهجمات وشافوا المشتبه فيه ما قدروش يأكدوا بشكل نهائي باللي هو الشخص نفسه. وفي التسعينات مات آرثر لي إلين، ومعمرهم ما تابعوه قضائيا في هذه القضية.
بزاف الناس اللي كانوا شاكين فيه اعتبروا بلي اللغز تسالى من مور ما مات، ولكن التحقيقات استمرت حتى من بعد وفاته. ومن بعد سنوات حاولوا المحققين يستعملوا تقنيات حديثة لتحليل الحمض النووي المستخرج من بعض الرسائل والطوابع البريدية اللي كان زودياك كيرسلها. النتائج ما دعمتش فرضية أن آرثر لي إلين هو القاتل بشكل قاطع، ولكن غير ما زادت عقدات القضية. وواخا هادشي كامل بقى آرثر لي إلين أشهر مشتبه فيه في القضية، وكل ما تذكر اسم الزودياك كيتذكر معاه اسم آرثر لي إلين. ولكن الحقيقة هي أن البوليس ما عمرهم وجهوا ليه تهمة رسمية بجرائم الزودياك، وما كاين حتى حكم قضائي كيقول بلي هو القاتل. وهنا كيتطرح سؤال كبير، إلا ما كانش آرثر لي إلين فشكون هو الزودياك؟ من بين أشهر الرسائل اللي صيفطها الزودياك كانت وحدة فيها شفرة معقدة بزاف، معروفة اليوم بزاد 340، حيث كانت متكونة من 340 رمز. وصلت هاد الشفرة في الخريف ديال 1969. حاولوا كبار الخبراء التشفير يفكوها ولكن بلا نتيجة. دازت عام وجوج وعشرة وعشرين و50 عام تقريبا، ما قدر حتى شي واحد يعرف شنو مكتوب فيها. الناس بداو يخرجوا بنظريات كتيرة، شي قال بلي راه وقيله فيها الاسم الحقيقي ديال زودياك، وناس اخرين قالوا بلي وقيله كتكشف على ضحايا اخرين، وناس اخرين اعتقدوا بلي هي مجرد لعبة باش يضيع الوقت البوليس. ولكن في دجنبر 2020 وقع تطور مهم. 3 ديال الباحثين من دول مختلفة، واحد من الولايات المتحدة الأمريكية، وواحد من أستراليا، وواحد من بلجيكا، خدموا مع بعضياتهم شهور طويلة حتى قدروا يفكوا جزء كبير من الرسالة. والمفاجأة هي الرسالة ما كانش فيها الاسم الحقيقي ديال القاتل، وما كشفش على مكان سري ولا على جريمة جديدة. بالعكس، كانت عبارة عن كلام كيحاول فيه الزودياك يستفز الناس وبين بلي هو ما كيخافش من الموت، وما خايفش من البوليس، وما خايفش من غرفة الإعدام، حيث هو بالنسبة ليه الموت غادي ينقلوا لحياة أخرى، والأشخاص اللي قتلهم غادي يكونوا خدامين عنده في العالم الآخر. هذه الأفكار كانت غريبة ومرعبة، وبينت المحققين بلي القاتل كانت عنده طريقة تفكير مختلفة وكان مقتنع بالأوهام ديالو. لكن الحاجة اللي خيبت أمل الناس هي أن الشفرة رغم أنها تحلات ما عطاتش حتى شي معلومة مباشرة على الهوية الحقيقية ديالو. يعني من بعد أكثر من نصف قرن من الانتظار، العالم عرف شنو كان كاتب، ولكن ما عرفش شكون هو الكاتب. شكون كان زودياك؟ واش كان شخص واحد كيخطط لكل شيء بوحده، ولا كانت كاينه حقائق مازال ما خرجتش للعلن؟ واش الادله اللي بقات هاد السنين كامله تقدر شي نهار تكشف هويه القاتل، ولا غادي يبقى هاد اللغز مدفون الى الابد؟ المؤكد هو ان زودياك خلى موراه 5 ديال الضحايا، وجوج ناجين عاشوا صدمه ما غاديش ينساو حياتهم كامله، ورسائل وشفرات حيرات البوليس وخبراء التشفير لسنوات طويله. وواخا التقدم الكبير اللي عرفاته التكنولوجيا والتحقيقات الجنائيه، مازال السلطات الامريكيه ما علناش حتى اليوم على هويه رسميه مؤكده للقاتل، ومازال القضيه من اشهر القضايا الغير المحلوله في التاريخ. ودابا الدور عليكم، شنو كتعتقدوا؟ واش كتظنوا ان آرثر لي إلين كان هو الزودياك، ولا عندكم نظريه اخرى؟ كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، وغادي نكون فرحانه باش نقرا ونناقشها معكم. إلا عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا على المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.